كل مرة بشوف بوست في حد بيتكلم قد ايه هو ما عندوش وقت ينام، او هينام لما يموت، او هيرتاح في الاخرة. بيصعب عليا قوي وانا بقرا الكلام ده. اسوأ حاجة بتخلي الواحد اصلا يتضغط ويتحرق دمه اكتر من اللي بيحصل في الواقع. من السهل قوي ان احنا نتشغل من غير ما نحاول اصلا. الشغل، اجتماع، شغل بيت، مناسبة اجتماعية وغيره. 3000 حاجة ممكن تشغلنا ونفضل نتشغل لحد ما نستنزف تماما. طيب ان انا اكون دايما مشغول ده انجاز كبير. لا حضرتك، ده طلع مش انجاز اصلا. نعم، والله دي حالة خوف. حالة خوف مستمرة، خوف من الفشل، خوف من مواجهة عواطفنا، خوف ان احنا مش هنقدر، خوف ان احنا مش كفاية. كلها مخاوف بنهرب بيها عن طريق كلمة انا مشغول. مع الأسف احنا اتعرف عندنا الشخص المشغول دايما انه رمز وعلامة للشخص الناجح المجتهد، فكل ما كنت مشغول اكتر كنت اجمد. بس في مشغول فعلا وفي مسحول بس مش مشغول. يعني ايه مسحول مش مشغول؟ هسألك دلوقتي كام سؤال يوضح لنا هل احنا فعلا مشغولين ولا في فئة المسحولين اللي ضاحكين على نفسهم. اول سؤال، هل بتحس بالذنب لما بتعمل حاجة؟ هل بتحس بالذنب لو ما كنتش دايما منتج بطريقة او اخرى؟ لان احنا مع الاسف كوننا شعور رهيب بالخجل والكسوف مثلا لو فكرنا نريح، فما بالكم بقى لو ريحنا فعلا. واحنا كده بقينا كسلة وملناش قيمة وكلام كتير قوي. السؤال التاني، هل انت من النوع اللي بتعمل كذا مهمة في نفس الوقت وعمرك ما بتعمل مهمة واحدة في وقت واحد؟ انا شخصيا كنت كده، لقيت نفسي بعمل 10 حاجات في نفس الوقت، واكتشفت ان الابحاث بتقول ان الانتاجية كده بتبقى اقل 40% في الاهداف اللي بنحطها، نتيجة التحول من هدف للتاني من غير ما نخلص الهدف الاولاني. طب السؤال الثالث، هل بيجي لك بانتظام نوبات خوف من الضياع؟ ضيع وقت، ضيع مجهود، ضيع فلوس. بدل ما نتعرف ونتعامل مع مشاعرنا بنملأ أيامنا بحاجات لازم نعملها ونشغل مخنا باستمرار عشان نخفف القلق. مثلا زي متابعة أخبار الناس وخصوصا السوشيال ميديا. كلنا وقعنا في الفخ ده، وأنا بأكد إحنا هنا مش نصبين محكمة لنفسنا عشان بنعمل كده. إحنا هنا بنتعرف على الحاجات الغلط عشان ناخد بالنا منها. طب السؤال الرابع، هل اكتشفت إنك بدل ما تتعامل مع مشاعرك المؤلمة بتشغل نفسك طول الوقت عشان ما تقعدش مع الحتة الضلمة اللي في حياتك؟ صحيح ده ممكن يساعد جدا معظم الناس، إنما اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. احنا محتاجين نتعامل مع أحزاننا ومخاوفنا شوية شوية، بس مش نهرب منها بالشغل على طول الخط، لأن الهروب عمره ما كان حل، هو مسكن مؤقت، وقدام أول مشكلة يقوم طالع الحزن والخوف والمشاعر السلبية اللي قعدت جواك على الوش. ومن كتر ما المشاعر دي بتبقى اتكبتت جوه الواحد بتنط في وشه بكل المعتقدات والأفكار السخيفة اللي اتحبست جوه. فمعلش، هو كلمة مشغول على طول دي وسام احنا المفروض نفضل معلقينه على صدرنا؟ هو مشغول على طول مرتبط بإنجاز بتعمله؟ ولا ممكن تصحى بدري وتفوت الفطار والغدا وتقضي ليلة روعة في تخطيط مستقبلك؟ ما انت برضو مشغول كده، وبعد فترة تكتشف انك بتحلم وهمومك عمالة تزيد لان مفيش انجاز حقيقي. السؤال هنا، ازاي نبطل نجري ونعيش حياتنا في هدوء وسلام؟ اول حاجة اولوياتنا. عايزاكوا تكتبوا 20 حاجة عايزين تحققوها، واول كل يوم تكتبوا حاجة واحدة منهم بترتيب الأهمية في اليوم ده.
تاني حاجة عايزين نعمل جدول للوقت الفاضي. أنا شخصيا أي وقت فاضي ما بعملش فيه حاجة كنت بعتبر وقت ضايع. لا، وكمان بحس بالذنب لما اسيبه يعدي من غير إنجاز، وافضل بعد ما الوقت يعدي في وقت تاني أنا مضيعه برضو. عشان إيه؟ عمالة أجلد ذاتي عشان ضيعت الوقت اللي ضاع. لما اديت معنى مختلف للوقت ده واسم جميل، الدنيا اختلفت كتير. أنا مسمياه استراحة محارب، وقت لاستعادة لياقتي تاني، وقت أشم فيه نفسي عشان أقدر أكمل. وحطيته في جدولي، ومن ساعتها ما بقاش اسمه وقت ضايع، وبقيت بستمتع بيه. مش قادرة. ايه المشكلة ان انا مش قادرة؟ ربنا امرنا بالرحمة، واولى الناس بالرحمة هو اننا نرحم نفسنا. تالت حاجة، نبطل نقول كده. نبطل بقى نقول ان احنا مشغولين على طول. بمنتهى البساطة نحكي يومنا فعلا من غير ما نقول احنا مشغولين، مطحونين، مسحولين. نحمد ربنا الأول على كل شيء، ومن غير تنهيدة حزن والنبي. عشان الواحد يجي يقابل حد يقول له ايه؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. ليه يا عم كده؟ الحمد لله. على فكرة انا ممكن اقول عادي الحمد لله، كان عندي الصبح اجتماع، وبعدين رحت الغدا مع اصحابي، وعندي كذا 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 بعمله. كلها حقائق، احسن بكتير من مسحول، طلعان عيني، قرفان، مش قادر. لان دي كلها شكوى من الوضع اللي احنا فيه، وبتطلع علينا بطريقة سلبية. رابع حاجة بقى التفويض. سيدي الإمام ابن عطاء بيقول في حكمه: لا تقم بعمل قد يقوم به غيرك. فالحاجة اللي ممكن غيرنا يعملها نسيبه يعملها. مش لازم نعمل كل حاجة بنفسنا، مش لازم نبقى كل حاجة لكل حاجة، لأن على فكرة ده بيجي علينا في الآخر. إذا ممكن نساعد ونقدر نساعد، بس ما نجيش على نفسنا، وفي الآخر إحنا اللي بندفع الثمن وبنبقى مستنزفين على الآخر. آخر حاجة بقى، افتكر إن أنت وإنتي مخلوق ربنا الفريد من نوعه. بغض النظر عن يومك مشغول إزاي وقد إيه، بفكركم وبفكر نفسي تاني إن إحنا من حقنا يبقى لنا وقت فاضي ما نعملش فيه أي حاجة وبدون إحساس بالذنب. كل إنسان مننا بيحتاج الوقت ده بطريقة مختلفة. في ناس بتحب تريح، في ناس بتحب تمارس رياضة، في ناس بتحب تقرأ، في ناس بتحب تقعد تتفرج على حاجة بتحبها وغيره. اتفقنا؟ مشغول ده مش إنجاز، دي حالة من أنا مشغول بس خايف في نفس الوقت. خايف خايف. اتجاه الإنسان الزيادة في سحل نفسه في الشغل أو أي حاجة تانية وعدم استمتاعه بحاجات كتير، عشان ده في الغالب بيبقى هروب من المشاعر، سواء مشاعر خوف أو حزن أو أي مشاعر سلبية زي ما قلنا قبل كده مش عارفين نتعامل معاها. خلاصة الكلام، نتوكل على الله ونعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، نرحم نفسنا لأن ربنا رحمنا فعلا من فوق 7 سما. ونتقابل في محطتنا الجاية وإحنا بننقذ نفسنا. يا ترى من إيه؟